في فرق بين الألم والعذاب. احنا عايشين متعذبين ليه؟ لأننا عمالين نكرر الوهم، فدي الصلة بين الوهم والعذاب. الوهم بيخلينا نفضل عايشين في العذاب، واحنا متخيلين ان احنا بنتعذب علشان نحمي نفسنا او نحمي اولادنا من الوجع. احنا مش دريانين ان احنا برضو بنوهمهم وبنخليهم عايشين في العذاب. انا بقول يا جماعة تفوقوا من الوهم بتاع العذاب وتواجهوا الألم الحقيقي، لأن الألم الحقيقي بتاع العواطف الحقيقية مش العواطف الوهمية اللي احنا كنا بنتكلم عليها دي بيخلص. العذاب بيغذي نفسه من نفسه. الوهم عايز يفضل عايش، فبيفضل يوهمك ان بكرة الدنيا هتتصلح لو انا استحملت اكتر. الراجل ده اكتشف في الاخر ايه وهو قاعد عمال يحس؟ ان هو زي مامته تعذبت كل اللي ابوه كان بيعمله فيه وبيعملوا فيها، وكل يوم تخش تعيط لابنها وتقول لها انا عايزه اطلع، انا نفسي اسيب العلاقه ومش قادره تسيب عشانهم. فالولد عمال يحس بالمسؤوليه ان هو السبب في عذاب امه. شايفين الدنيا معقده ازاي؟ وامه مش قادره تمشي بسببه، فهو السبب في عذاب امه. وفي نفس الوقت هو بقى بيعمل زيها من كتر ما هو بيحبها ومتعاطف معاها، فهو كمان بيستحمل العذاب اللي بيحصل فيه من مراته. كل ده وهم، عايشين في وهم بيخلينا نتعذب. كل ده عشان ما نحسش بالألم اللي انا هواجهه لو انا طلعت ابني من الجوازة دي، لو انا طلعت من الجوازة دي. كله وهم.